السلام عليكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في قناتكم قصص وحكايات عربية. سوف أحكي لكم اليوم قصة حقيقية صادمة عن ظلم المجتمع والزواج القسري، ليان وكرامتها المهدورة. في حي قديم تتشابك أزقته كأنها خيوط ذاكرة لا تنقطع، وتتعانق فيه شرفات البيوت العتيقة كأنها حراس أسرار لا تقال. كانت ليان تخطو خطواتها الأخيرة نحو حلم انتظرته طويلا. كانت رائحة الخبز الساخن تختلط بعبق القهوة والتوابل، تملأ المكان دفئا مألوفا، لكن عقلها كان مسافرا بعيدا جدا إلى عالم آخر، عالم الشركات الكبرى والمعايير الاحترافية التي كانت تدرسها في سنتها الأخيرة بمعهد الإدارة والخدمات. لم تكن ليان مجرد فتاة طموحة، بل كانت روحا تؤمن بأن الأحلام لا تتناقض مع القيم، وأن التقاليد يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع الطموح. كانت تحافظ على صلاتها، تلتزم بحشمتها، وتحمل في قلبها يقينا عميقا بأن العفة ليست قيدا، بل قوة ونور. عائلتها المعروفة بسمعتها الطيبة واحترامها بين أهل الحي كانت ترى فيها امتدادا لقيم راسخة توارثوها جيلا بعد جيل. في ذلك المساء بدا الهواء أثقل من المعتاد. نظرات أمها كانت مشوبة بترقب غامض، وصمت أبيها كان يخفي أمرا جللا. وحين طرق الباب خفق قلب ليان خفقة طائر يستشعر الخطر. كان الطارق نادر، ابن العائلة المجاورة برفقة والديه. جلس الرجال في غرفة الضيوف والنساء في الصالة المجاورة، بينما كانت ليان تلتقط أطراف الحديث من بعيد. ساد صمت وقور، ثم قال والد نادر بصوت مهذب: جئناكم اليوم طالبين راغبين، نطلب القرب منكم ونلتمس يد ابنتكم المصونة ليان لابننا نادر على سنة الله ورسوله. كان نادر شابا من أبناء الحي، يعمل في ورشة الصيانة التقنية، معروفا بالهدوء وحسن السيرة. نظرت إليه ليان خلسة، فرأته مطأطئ الرأس، وفي عينيه لمعة لم تستطع تفسيرها. وافقت العائلتان مبدئيا، فكان زواجا يبدو مثاليا في نظر الجميع. وحين سألها والدها كما تقصد الأصول: ما رأيك يا ابنتي؟ رفعت ليان رأسها بثبات، وقالت بصوت واضح رغم ارتجافه الخفيف: يا أبي، أنا موافقة، ولكن لي شرط واحد. تجمدت الكلمات في الهواء. لم يكن من المألوف أن تشترط الفتاة شيئا. أكملت بثقة استمدتها من أحلامها: أريد أن أكمل عامي الدراسي الأخير، شهادتي سلاحي في هذه الحياة، وقد وعدت نفسي أن أحصل عليها. ارتسم تهجم خفيف على وجه أم نادر، حاولت إخفاءه، بينما بدا الارتباك واضحا على نادر نفسه. نظر إلى أبيه كأنه يستمد قوته منه. أما والد ليان فكان في عينيه بريق فخر واضح. وبعد تردد طويل وافق نادر. طالت فترة الخطوبة، وأصبحت قصة ليان ونادر حديث الحي. كانا يشاهدان في المناسبات العائلية، وتحت أعين الجيران المتربصة تحول زواجهما من شأن شخصي إلى قضية عامة تحت مجهر المجتمع. كانت ليان بين كتبها وأحلامها تشعر بذلك الضغط الخفي يلتف حولها كطوق غير مرئي. مرت الأشهر سريعا، وأنهت ليان دراستها بتفوق. وفي يوم تخرجها وقفت على المنصة تحتضن شهادتها، وقلبها يفيض فخرا. لمحت نادر بين الحضور، ونظرته كانت خليطا من الاعتزاز وشيء آخر غامض، ربما نفاد صبر. انتهى الشرط وحان وقت الوفاء بالوعد. وبعد أيام قليلة تزين الحي كما لم يتزين من قبل.
علقت الأضواء الملونة بين الشرفات، وصدحت أصوات الزغاريد من كل بيت. كان يوم عقد القران. ارتدت ليان قفطانا عاجيا مطرزا بخيوط فضية، وجلست في غرفتها محاطة بالنساء، تشعر بأنها محور الكون. نظرت في المرآة فرأت فتاة أخرى، فتاة على أعتاب مرحلة جديدة. همست لها أمها كلمات دافئة عن الصبر والطاعة وحفظ بيت الزوجية. كانت تلك الوصايا كالنقوش العتيقة التي تورث من جيل إلى جيل. دخل والدها وفي عينيه دمعة حبسها بشدة. قبل جبينها وقال بصوت متدهج: كوني يا ابنتي كما عاهدتك جوهرة مصونة. أحست ليان بثقل تلك الكلمات، وكأنها وعد قطعت على نفسها، ليس أمام أبيها فقط بل أمام الدنيا بأسرها. تم عقد القيران وسط فرحة عامرة. تعالت الصلوات على النبي، وزينت الولائم والحلويات في كل مكان. أصبحت ليان زوجة لنادر أمام الله والخلق، وكان كل شيء يبدو مثاليا. ابتسامة نادر واسعة، وفرحة والدته وأخواته ظاهرة، حتى لو شعرت ليان بأن هذا الفرح يشبه عرضا اجتماعيا أكثر منه تعبيرا عن الحب الحقيقي. وصلت التوقعات الاجتماعية ذروتها. لم يعد الأمر متعلقا بفرحة عائلتين، بل بإثبات صحة اختيارهما أمام مجتمع يترقب كل زغردة وكل تهنئة. كل كلمة كانت تحمل وزن مسؤولية. وفي تلك الليلة، بينما كانت ليان تودع أهلها لتذهب إلى بيتها الجديد، شعرت برهبة شديدة. لم تكن رهبة المجهول فقط، بل رهبة الامتحان. كان الوعد قد ختم بالأوراق الرسمية والشهود، لكنها أدركت وجود ختم صامت وقديم سيختم في ليلتها الأولى. وعد لم يوقع بقلم، بل بختم الجسد والروح. في زحمة الفرح والضجيج، شعرت ليان ببرد خفي يسري في أوصالها، كإنذار بما سيأتي. أسدل الستار على يوم حافل، وانفض الجمع، وبقيت ليان ونادر وحدهما في عشهما الجديد. كان الصمت ثقيلا، مشبعا بالترقب والخجل ورائحة دهان الجدران الجديدة. جلست ليان على حافة السرير، وقد تجردت من القفطان الفاخر، ولم يبق إلا ثوبها الأبيض البسيط الذي يغلف جسدها المتأهب للمجهول. كان قلبها ينبض بعنف كعصفور سجين في قفص صدري. رفعت بصرها حول نادر. لم ترى الشاب الودود الذي عرفته، بل رأته غريبا، تكاد لا تميز ملامحه في الضوء الخافت. كانت عيناه تجولان فيها بجرأة لم تعهدها، تحمل شيئا من الامتلاك والحق المكتسب. تناولت ليان آيات من القرآن في سرها، تستعيذ بالله من قلقها وتسأله السكينة. اقترب نادر، وكانت حركاته مترددة وخرقاء. لم تكن هناك كلمات رقيقة، لا همسات مطمئنة، فقط توتر ملموس وإحساس بأن ما سيحدث ليس اتحاد روحين، بل طقسا قديما يجب تأديته. وقعت العلاقة الزوجية بينهما في صمت مطبق، لم يقطعه سوى أنفاسهما المتسارعة. شعرت ليان بألم حاد ومفاجئ، لكنه لم يكن شيئا مقارنة بالألم النفسي الذي يتعثر روحها. بعد أن سكن كل شيء، انسحب نادر وأشعل المصباح الجانبي. وقع نوره الأصفر الباهت على الملاءة البيضاء الناصعة. كانت كما هي، نقية، لم يلمسها أي قطرة دم. ساد صمت أشد وطأة من الصمت الأول، صمت بارد كالجليد. تجمدت ليان في مكانها، تنتظر أن يقول شيئا، أن يطمئن عليها، أن يفهمها، لكن نظرته كانت فارغة. ثم تحولت تدريجيا من حيرة إلى شك، ومن شك إلى غضب مكتوم. قال بصوت جاف: ما هذا؟ شعرت ليان بالحرج والارتباك. كان لسانها مشلولا.
عرفت العادات وفهمت ما يعنيه ذلك في مجتمعهما. همست بصعوبة: لا أدري والله. قطعها نادر بحدة وهو ينهض: لا تقسمي، أتظنينني أحمق؟ تغير وجهه بالكامل. اختفى الشاب الخجول وظهر رجل نرجسي مهزوز يتحكم فيه صورته أمام الآخرين. لم ير أمامه زوجته المتألمة، بل رأى فضيحة محتملة وإهانة لرجولته وشرف عائلته. كان خوف نادر من كلام الناس أكبر من أي شعور آخر. صرخ بها بصوت مخنوق وهو يشد شعره بيديه: لقد وضعتني في مأزق. أنت بعد كل هذا الانتظار وشرطك السخيف بإكمال الدراسة، لعلك كنت تفعلين ما تفعلين هناك. كانت كلماته كالصياط تجلد روحها. شعرت ليان بأن الدنيا تدور بها. الرجل الذي وضعت حياتها بين يديه يتهمها في أغلى ما تملك، في صميم شرفها وبراءتها. انهارت الصورة الوردية للزواج في لحظة واحدة. ظلت ليان جالسة على السرير صامتة ومتجمدة. كانت ليلة زفافها، الليلة التي كان يفترض أن تفيض بالحب والأمان، لكنها كانت ليلة جافة قاسية بلا دموع. فالصدمة أكبر من البكاء، والألم أعمق من أن يغسله دم. أدار لها نادر ظهره ونام على طرف السرير، تاركا إياها وحدها في الظلام، تحارب شعورا بالغ القسوة، شعور الظلم في ليلة العدل المزعوم. ما كادت خيوط الفجر الأولى تتسلل من خلال الستائر حتى استيقظت ليان على حركة في الغرفة. لم تكن قد نامت أصلا، بل ظلت طوال الليل كتمثال من الشمع، عيناها محدقتان في الظلام وروحها ترتجف من البرد والخوف. نهض نادر يرتدي ثيابه على عجل، كأنه يهرب من مكان الجريمة، متجنبا النظر إليها. شعرت ليان بنفسها صغيرة مهانة، كشيء معطل يجب إخفاؤه قبل أن يراه. قال لها بصوت أجرد بارد: لا تخرجي من هنا. إذا سألتك أمي أو إخوتي عن أي شيء فقولي إنك متعبة. غادر وأغلق الباب خلفه. كان صوت الإغلاق كصوت زنزانة. سمعت همسات وضحكات مكتومة في الخارج. كانت أم نادر وإخواته ينتظر. كانت تعرف بهذا الطقس البغيض، طقس صباح العار المفترض. ينتظرن الدليل، تلك القطعة من القماش الأبيض التي ستعلن براءتها وتؤكد شرف العائلة في غرفة المعيشة. كانت الأجواء مشحونة. جلست أم نادر كملكة على عرشها، ترتشف قهوتها ببطء، بينما كانت أخواته يتبادلن النظرات ذات المغزى. دخل نادر بوجه شاحب وقلب مرتبك. قالت أخته الكبرى بسخرية مبطنة: صباح الخير يا عريس، أين سروال الفرح؟ نريد أن نزغرد. تلعثم نادر وبدأ العرق يتصبب من جبينه. هي متعبة قليلا، لنتركها ترتاح. ضيقت والدته عينيها وكأنها تستطيع قراءة ما وراء الكلمات. متعبة؟ وهل يوجد تعب يمنع الفرح يا ابني؟ هات ما عندك، النساء في الحي ينتظرن. شعر نادر بالجدران تنطبق عليه. كان خوفه من والدته ونظرات المجتمع أكبر من أن يقف وقفة رجل ويحمي زوجته. اختار الطريق الأسهل، طريق إلقاء اللوم. عاد إلى غرفته وأمسك بسروال النوم الأبيض، لا ليقدمه دليلا بل ليرميه في وجه ليان كأداة اتهام. انظري ما فعلت بي، كيف سأواجههم بهذا؟ كيف سأبرر هذه الخيبة؟ كانت الخيبة هي الكلمة التي اختارها. لم يقل براءتك، لم يقل شرفك، بل قال خيبتي أنا. كان همه صورته وما سيقال عنه، أما هي فقد تحولت إلى مجرد شيء يجب التعتيم عليه. لم تصدر الزغاريت ذلك الصباح. ساد صمت مريب وبدأت الهمسات. بدأت أم نادر وإخواته في طرح الأسئلة الملغمة على ليان.
حين خرجت أخيرا من غرفتها بوجه كان كلوح من الثلج. قالت أخته: ألم تأكلي شيئا يا عروس؟ ربما أنت مريضة، لونك شاحب جدا. هل كانت ليلتك صعبة؟ كانت كل كلمة سهاما مسمومة تستقر في قلبها، تشعر بنظراتهن تخترق ثيابها، تفحصها، تدينها، حتى السروال الأبيض الذي بقي ناصعا في الغرفة تحول في أعينهن إلى سروال الخيبة، الدليل الصامت على عار لم ترتكب وجريمة لم تقترفها. وهكذا بدأت محكمة صامتة، نصب لها قضاتها عادات بالية، وشهودها ظنون وهمسات. بعد صباح الخيبة ذاك تحول عش الزوجية إلى قفص من صقيع، كانت ليان تتحرك فيه كالظل، صامتة ومنكسرة. كل ركن من البيت الذي اختارت أتاته بعناية وحب يذكرها بحلم تحول إلى كابوس. لم يعد نادر يكلمها إلا للضرورة، وكان صوته يحمل خليطا من الاحتقار واللوم. في إحدى الليالي بعد أيام من الصمت القاتل، كانت ليان تعد العشاء وسقط صحن من يدها وتحطم على الأرض. خرج نادر من الغرفة على الصوت وقال بنبرة جليدية: حتى الإمساك بصحن لا تفلحين فيه، كل شيء تلمسينه يتحطم. لم تكن الكلمات عن الصحن، بل عن حياتها، عن كل شيء. شعرت ليان بأنها تفقد قيمتها كإنسانة، وتتحول شيئا فشيئا إلى مجرد خطأ يتجول في البيت. تفاقمت الأزمة أكثر عندما بدأ يهددها بالطلاق، لكن لم يكن تهديدا صريحا، بل همسا خبيثا. ربما من الأفضل أن ينتهي هذا الأمر بهدوء. كان يريد إنهاء مشكلته بأقل الخسائر لسمعته، حتى لو كان الثمن هو تحطيم حياتها بالكامل. في مجتمعهما كلمة مطلقة كانت وصمة، فما بالك إذا كانت مطلقة ومشكوكة في عفتها؟ عاشت ليان في جحيم نفسي مطبق، محاصرة بين إحساسها ببراءتها وبين الظلم الذي وقع عليها، وبين جدران العزلة والاحتقار التي بنيت حولها. كانت تصطنع القوة أمام حماتها وإخواته، وتقوم بواجباتها كآلة صامتة، لكنها تنهار في الليل في غرفتها الخالية. تلجأ إلى الصلاة تتناجى بها ربها في جوف الليل بدموع حارقة، تطلب منه الصبر والقوة وكشف الغمة. سجادتها كانت المكان الوحيد الذي تشعر فيه بالأمان، ومناجاتها لله هو الحوار الصادق الوحيد في حياتها. لقد بنى لها نادر والمجتمع سجنا من الجليد، لكن في عمق ذلك الشتاء القارس بدأت بذرة صغيرة من التحدي تتشكل في روحها، يرويها ظلمها ودموعها وصلواتها. وصلت الأمور إلى نقطة لا عودة. في إحدى الأمسيات وبعد شجار حاد مع والدته التي ما فتئت تحرضه عن تطهير شرفه، دخل نادر إلى الغرفة حيث كانت ليان تصلي. انتظرها حتى أنهت صلاتها، ثم قال بصوت قاطع لا يحتمل الجدل: انتهى كل شيء، جهزي أغراضك، سأعيدك إلى بيت أهلك غدا، سنتطلق. لم تكن الكلمات مفاجئة، لكن وقعها كان كحكم بالإعدام. ستصبح مطلقة ومشكوك في عفتها، سيلصق بها العار إلى الأبد، وتدفن أحلامها تحت ركام سمعة مدمرة. رفعت رأسها ونظرت في عينيه مباشرة، لأول مرة منذ أسابيع لم تر فيها غضبا، بل هزيمة وخوفا. انفجر شيء ما في داخلها، لم يكن غضبا أو يأسا، بل إحساسا جارفا بالرغبة في استرداد حقها. قالت بصوت ثابت كالصخر: سأقبل الطلاق، لكن ليس قبل أن يعرف الجميع الحقيقة. سنذهب إلى طبيبة أمامك وأمام والدتك ووالدي، ستفحصني وتكتب تقريرا يعرفه القاصي والداني. ارتبك نادر، لم يتوقع شجاعة كهذه. وهل تظنين أنني سأفضح نفسي بهذه الطريقة، أجعل من شرفي حديث الأطباء؟ ضحكت ليان ضحكة مرة خالية من الفرح. شرفك؟
أي شرف تتحدث عنه؟ ذلك الذي بنيته على ظلمي وتحطيمي. أنا لا أدافع عن شرفك بل عن شرفي. إما أن تثبت براءتي أو سأخرج من هذا الباب وأصرخ بقصتي في وجه كل من قابلته. لن أسكت بعد اليوم. كانت قوتها المفاجئة سلاحا لم يكن مستعدا له. أمام إصرارها وتهديدها بالفضيحة الأكبر وجد نفسه محاصرا، واضطر إلى الموافقة على مضض، مقتنعا بأنها تكابر وأن الفحص سيثبت جرمها، لكنه لم يكن يعرف الحقيقة. في اليوم التالي وقفت ليان بثبات أمام أهلها وأهله وطرحت شرطها. وقع الاقتراح كالصاعقة. اعترضت والدته بشدة واحمر وجه والدها خجلا، لكن ليان تشبتت بموقفها. ذهبوا إلى عيادة طبيبة مسنة وحكيمة تعرف بسمعتها الطيبة في أحد الأحياء المجاورة. في غرفة الانتظار كان التوتر سيد الموقف. نادر ووالدته ينظران إليها بترقب وامتعاض مبكر. دخلت ليان إلى غرفة الفحص وحدها مع الطبيبة. كان قلبها ينبض بقوة، لكنها شعرت بسكينة غريبة. لم تعد خائفة. بعد دقائق خرجت الطبيبة وابتسمت بحزم وقالت للأهل المترقبين: ابنتكم أو زوجتكم عذراء. غشاء البكارة لديها من النوع المطاطي سليم ولم يتمزق، وحتى لو تمزق فهذا النوع قد لا ينزف دما على الإطلاق. وقعت كلماتها كالمطرق على رؤوسهم. ساد صمت مطبق لم يقطعه إلا شهقة مكتومة من أم نادر. رفع والد ليان رأسه ببطء ونظر إلى ابنته بنظرة جديدة ممزوجة بالندم والفخر والألم. أما نادر فقد شحب لونه وتجمد في مكانه وكأن الأرض ابتلعت. كشف المستور ليس عن جسد ليان فقط، بل عن جهلهم وظلمهم وقسوة ابنهم. وقفت ليان في وسطهم منتصبة القامة لأول مرة، وعينيها تلمعان ببريق القوة. لقد ظهر الحق وزهق الباطل. كان طريق العودة من العيادة صامتا، لكنه لم يكن كسكون الأيام الماضية، بل صمت ثقيل يملأه الندم والخذلان. جلست ليان في السيارة تنظر من النافذة، لكنها لم تكن ترى الشوارع بل حياتها الماضية والمستقبل الذي ينتظرها في بيت نادر. تجمع الجميع مرة أخرى، لكن الأدوار كانت قد تبدلت. ليان لم تعد المتهمة بل صارت القاضية الصامتة، وكانوا هم من ينتظرون حكمها. حاولت والدة نادر الكلام، تتمتمت بكلمات عن الجهل والعادات، لكن صوتها خانها. أما نادر فقد وقف أمامها وجهه شاحب ومنكسر، وقال بصوت مخنوق: ليان، أنا آسف، لم أكن رجلا، كنت جبانا، أرجوك سامحيني، لنبدأ من جديد. كان اعتذارا متأخرا جدا. بعد أن تحطم كل شيء، نظرت ليان في عينيه، لم تر حبا أو ندما صادقا، بل رجلا يحاول إنقاذ ما تبقى من صورته أمام الآخرين. التفتت إلى والدها الذي كان ينظر إليها بعينين دامعتين. تقدم منها وأمسك بيدها. سامحيني يا ابنتي، الشك أعمانا، البيت بيتك وكرامتك فوق كل اعتبار. كانت كلمات والدها البلسم الذي كانت تحتاجه، أما البقية فلم يعد لكلماتهم وزن. نزعت وشاح الصبر الذي ارتدته طويلا، وارتدت وشاحا جديدا، وشاح الكرامة. أنا لا أحمل حقدا في قلبي، أسأل الله أن يغفر لكم جهلكم وظلمكم، لكن السماح لا يعني النسيان، والعودة لا تعني إصلاح ما كسر. نظرت إلى نادر نظرة أخيرة. أنا لا أستطيع العيش مع رجل كان سجيني بدل أن يكون ملاذي. كان شكه سكينا ولم يكن صدره درعا. أنا أريد الطلاق. كان قرارها نهائيا. خرجت من ذلك البيت رافعة الرأس، تاركة خلفها رجلا تعلم درسا قاسيا عن الفرق بين الرجولة والذكورة.
وعائلة ستعيش ما تبقى من عمرها تحت وطأة ما فعلوه. أما بعد ذلك فقد عاش نادر وعائلته تحت ظلال ما حدث. لم تنتشر القصة بتفاصيلها، فقد تكفل والد ليان بأن يكون الطلاق لعدم الاتفاق حفاظا على ابنته من كلام الناس، لكن الهمس لم يمت بل لاحقه وأصبح وصمة في أعين من يعرفون الحقيقة. ليان لم تنتهي نهايتها بالسعادة بمعنى الزواج والأطفال، لكنها حققت انتصارا من نوع آخر. عادت إلى بيت أهلها، وبعد فترة حداد على حلمها المهدور نفضت عنها غبار الماضي. استخدمت شهادتها التي كانت شرطها الوحيد، وبمساعدة قرض صغير بدأت مشروعها الخاص، مطبخ صغير لإعداد وجبات راقية للمناسبات. لم يكن الأمر سهلا، لكنها وجدت ذاتها في العمل، وجدت قيمتها ليس في قطعة قماش بل في جهدها وإبداعها. لم تسعى للزواج مرة أخرى، لكنها لم تغلق باب قلبها، تركته للقدر، مؤمنة بأن الله الذي كشف براءتها سيخبئ لها خير في مستقبل الأيام. وهكذا في حي قديم لا يزال يرزخ تحت ثقل عاداته، أصبحت قصة ليان همسا من نوع مختلف، همسا عن امرأة رفضت أن تسحق واختارت كرامتها على زواج مهين. امرأة علمتهم دون أن تقصد أن الواحة العفيفة الحقيقية ليست قطعة قماش، بل ضمير نقي وقلب شجاع.